أذكر عندما كنت في سن ال7 كنا نسكن في منطقة شمال السعودية في بيت من طابق واحد شعبي، وكل البيوت حولنا كانت شعبية لأن المحافظات كانت في طور البناء. المهم، كان لي أختان أكبر مني سنا وواحدة أصغر مني. كنت حينها في الصف الأول الابتدائي أو الثاني، لا أذكر على وجه الدقة، لكني أذكر بأن المدرسة كانت بعيدة عن المنزل مسافة 1.5 كيلو بحسب قياساتي الآن، وكان بين المدرسة والمسافة إلى بيتنا يوجد بيت أبيض مهجور، كان كبير جدا كأنه مستشفى أو مدرسة مهجورة، والأبياب الخارجية مخلوعة وموضوعة جنب السور، بحيث ونحن ذاهبون إلى المدرسة نمر من داخل حوش باحة. ذاك البيت كنا ندخل عن طريق الأبواب الكبيرة المخلوعة، وعندما نعود من المدرسة نفعل نفس الشيء بالرغم من خوف أخواتي والطالبات. كنا أطفال ولا نعي ما نفعله. في يوم ونحن عائدين من المدرسة أصرت أختي الكبرى على رؤية ما يحتويه ذلك البيت المهجور من الداخل، وكان عبارة عن غرف كثيرة أظنها كانت فصول، لأن أختي قالت إنها رأت طاولات وكراسي مبعثرة داخلها، وكان بعض تلك الفصول مغلق، فدفع الفضول أختي إلى اختلاس النظر إلى أحدى تلك الغرف المغلقة من خلال خرم المفتاح، ورأت شيئا ما يتحرك في الداخل كأن أحدا يقترئ من الباب ليفتحه. أذكر أنها صرخت فجأة صرخة مدوية وأتت إلينا تركض وتطلب منا الهرب، وبدأ الجميع يركض وأنا أركض خلفهم وأبكي، فهم أكبر مني وسبقوني بأشواط. بعد تلك الحادثة بأسبوع أو أقل، عندما يأذن المغرب بالتحديد، وعندما تكون أمي تصلي ونحن نلعب بالشارع، كان يمر رجل بهيئة شيخ كبير السن يرتدي ثوبا غامقا وفوقه جاكتة رثة لمدة أسبوع، وهو يمر من نفس المكان وبنفس التوقيت وكأنه يتربص فرصة. والغريب الذي حيرنا إلى الآن هو أنه لم يكن يأتي إلا وأمي تصلي، وعندما نناديها لتسرع وتشاهده يكون قد اختفى بلمح البصر. آخر مرة شاهدناه فيها كانت أمي تصلي ونحن كالعادة نلعب في الخارج، ومعنا أخي الأصغر وكان عمره بحدود 2 سنين. الرجل أتى يمشي نحونا، تركنا كلنا وذهب مباشرة نحو أختي ونحن نصرخ ونبكي وننادي على أمي. أمسك بعنقها وكأنه يريد خنقها، وكان يلتفت إلى أختي التي هي أكبرنا، لكن عندما سمع أمي قادمة ترك أختي وأسرع بالمشي إلى أن اختفى بطريقة أسرع من البرق. ركضت أمي في أثره لكنه كان قد اختفى، وبعدها لم نشاهده أبدا حتى تركنا تلك المنطقة. لكن أختي التي أمسك بعنقها أخبرتنا أن عيناه كانتا مخيفتين، كأنما هناك لون غريب تحت جفونه. ورغم صغر سني آنذاك، إلا إني لن أنسى أبدا ذاك الرعب الذي لم نجد تفسيرا حتى الآن، ولم يصدقنا أحد، رغم أن كل أهل الحي يقولون أن تلك المنطقة يسكنها الجن. حتى أمي لم تصدقنا، لأنه كان لا يأتي إلا وهي في صلاتها، وكأنه يعلم بأنها تصلي، وعندما نناديها يكون اختفى. هذه هي قصتي، ويشهد ربي إني لم أكذب بحرف واحد.